اسمح لي استاذ، اسمح لي. عماد انا خوي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الإخوان إذا سمحتوا الإخوان لو دوزيام كونديدا بغا يجاوب عبد الرحيم بغا يقول له واحد الكلمة إذا سمحتوا. مساء الخير ورمضان مبارك سعيد الأمة الميلادية والجمعية فتح الله. كل سنة وأنتم بخير. كل سنة إن شاء الله ميلادية الوطنية. العملية الديمقراطية تقتضي المرور إلى صناديق الاقتراع كما هو متعارف عليه في كل الجمعيات التي تحترم الإسلام. وحنا في فريق الوداد قررنا أنه نمشيو في العملية إلى أننا نبنيو أسس ديمقراطية في أفق مستقبل جديد لفريق الوداد البيضاوي إن شاء الله. كان أول واحد قدم الترشيح ديالو في فريق الوداد واللي كيتمتع بالشرعية هو عبد الرب. كل ما كان يدور في فريق الوداد من مرشح من تمارين من مشاريع ترشيح من كذا كله كانت كلام مزايدات للاستهلاك الإعلامي ليس إلا. أنا قلت بأنه مرحبا بأي واحد يتمتع بالشرعية داخل الهيئة مثلا قلعة الوداد فمرحبا به. دوزنا تقريبا أكثر من 20 يوم فإذا به يبان واحد السيسي المصري كيتمتع كذلك بالشرعية مثل الخلال ولا شي واحد. كانت برامج تقدمت انا ما قررتش الاعلام او الجماهير بصفه مباشره. لماذا؟ لان الوداد انذاك كانت فيها حوالي 120 منخرط. 120 منخرط هذه كانت الطريقه ديال التواصل ديالي معهم او الحمله الانتخابيه ديالي داخل هيئه الوداد، لان خارج هيئه الناخبه للوداد ما رافع عليه حتى شي حاجه. وفعلا قمت بعمليه تواصليه داخل الهيئه الناخبه للوداد وكان تفاعل. ومشينا في المساله هذه. السي ناصر التوابع كذلك بدا زمام خدا الامور بالطريقه ديالو التواصليه كذلك. ومن بعد المشروع ديالي اللي تقدمت فيه دابا انا لن يكون فعال الا بمرور رئيس للوداد. وعد المشروع اللي تقدمت والشركه اللي الراعيه للوداد المستقبل لن تكون فعاله الا بمرور رئيس للوداد. وبالتالي كاين واحد ضياع ديال الوقت. ولكن امام حزب ونيه منافسي السي سعيد النصاري عاشرته خلال 10 ايام الاخيره. شفته انطلاقا من كون انه نائب الرئيس يقوم بانتدابات بحماس وكلها عزم. وابعد من هذا انا شايف اني عشت معه خلال اسبوعين تقريبا انه الرجل دار انتدابات من ماله الخاص. وهذه شجاعه انني انا كنفسه وهو كيقوم بانتدابات من ماله الخاص. وقلت له سي سعيد واش ما كتشعرش بانه عاد كاين خطر يعني يدور عليك يمكن انك تخسر؟ قال لي اذا حسبت ان عندي كل ثقه فيك اني غتولي الحقوق ديالي. وانا كنقول له الحقوق ديالو الان كنقول له السي سعيد النصاري انا كصوتك.
الاخوان انني نصحح واحد المصطلح لغوي انني ما نطقش به في العرض ديالي في الخطاب ديالي. انا اقولها من جديد انا انسحب من الترشح لرئاسه البلاد، نفتح المجال للسيد سعيد ناصري. كنتمنى لكم التوفيق. ونقول بأنني مطمئن بلادي وأقول له بأن القائمة بالوقت القائمة العاجلة المستمرة توفر شروط العمل. بهذا السبب أذكر أن البلاد يجب لكل المغاربة والمختلفين في تغيير نظامها من نادي إلى شركة، لأنها ليست للعوالة، والقرار في البلاد يجب أن يعود لجماهيرها وليس للدولة. اسمحوا لي إن أطلت فهذا حاول يحكم قلبه عن عقله ويجعل قلبه مصدر كذلك. أود أن أذكر الجميع بأن الرجال بلاد المغاربة وبلاد الجنوب لكل من نحن في الإصلاح. أشكر كل الإخوان المنقذين على اتخاذهم ونحوني إياه، وأعد الجميع أنني سألتزم بكل ما قلته ولنتحد جميعا من أجل البلاد التي أهلنا مكتب جمهور منفذ المكونات، وأنا رئيس مع كل الولايين والولايات. في الأسابيع المقبلة إن شاء الله نضرب موعدا للجميع إن شاء الله في الإعلان الرسمي عن تشكيلة المكتب المثير الجديد للولايات وبرنامج العمل الذي سوف نعمل جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هلا سعيد صافي اخوان.